أهلا بيكم في الأسبوع الثاني والحلقة الثامنة من بودكاست دقيقة تنقذ حياة. النهاردة هنتكلم عن الإغماء أثناء الصيام. زي واحد صايم حس بدوخة وشوية ووقع، والناس اتلمت حواليه، واللي جاب بصلة واللي جاب برفان واللي جاب مية. خلينا نسأل نفسنا الأول، ليه الإغماء بيحصل؟ الإغماء أثناء الصيام غالباً سببه هبوط ضغط أو هبوط سكر أو جفاف أو إجهاد. المهم هنا مش التشخيص، المهم التصرف الأول. تعمل إيه خطوة بخطوة؟ أولاً، أمن المكان وابعد أي حاجة ممكن تأذيه. ثانياً، خليه ينام على ظهره وارفع رجليه شوية. ثالثاً، افتح أي حاجة ضيقة ووفر هواء. رابعاً، ما تديش أكل أو شرب طالما هو فاقد الوعي. طيب، إمتى تقلق وتتصل بالإسعاف فوراً؟ تقلق لو ما فاقش خلال دقيقة، أو نفسه مش طبيعي، أو عنده أمراض مزمنة، أو الإغماء اتكرر. الإغماء مش دايما خطير، بس الإهمال ممكن يخليه كده. بس تصرف هادي وترتيب صح ينقذ موقف. استنونا بكرة في حلقة جديدة، وما تنساش تشارك الحلقة، يمكن توصل لحد محتاجها.